ضيفي كاس ديال القهوه على التمر واجي تشوفي شنو غنوجدوا اليوم. غنوجدوا واحد الكيكه اللي كتجي معلكه لذيذه. يا سلام يا سلام، هذه ضروري تجربوها. هنا عندي 100 غرام ديال التمر، كنضيف عليه كاس ديال القهوه، كنطحن كلشي مزيان حتى كنحصل على هذا الخليط هذا اللي كيجي كريمي. كنضيف عليه 2 ديال البيضات، نص كاس ديال الزيت، 2 معالق ديال السكر البني تقدروا تستغناو عليه. ومن بعد هنا كنعاود نخلط كلشي، كنضيف سكر فانيليا، 7 غرام ديال الخميره الكيماويه، مع 100 غرام ديال الشوكولاط اسود. انا استعملت الشوكولاط ديال 70%، هذاك اللي ما كيكونش حلو بزاف. وصافي كنخلط كلشي مزيان. هنا بالنسبه للدقيق انا درت 2 كيسان، المهم ما تكثروش الدقيق بزاف باش هكا تجيكم معلكه وزوينه. انا هنا درت 2 الكيسان، نفس الكاس اللي عبرت به الزيت. وصافي هنا كنخلط كلشي مزيان حتى كنحصل على هذا القوام هذا. خديت هنايا المول اللي دهنته بشويه ديال الزيت، كنكب لاباط كندخلها للفرن، درتو على 180 درجه المده ديال 15 دقيقه. من بعد ما كطيب كنخليها حتى كتبرد تماما، كنديمو ليها، كندهنها بشويه ديال الشوكولاط، كنزينها بالكركاع وكنقدموها. وما يمكنش شحال جات لذيذه بزاف. شوفوا ليا كيفاش كتجي هكايا من الداخل، كتجي معلكه. يا سلام يا سلام. وبصحه والراحه، ما تنساو لايكاتكم وتعليقاتكم الجميله، وبزاف ديال البارطاج.